صباح الفل. عايز اكلمكم بس في حاجه بسيطه بشوفها كتير اليومين دول. لو انت عايش في امريكا كفايه تقارن ما بين الدولار والجنيه، وكفايه المقارنه الكتير اللي شايفها الفتره الاخيره ما بين اسعار العربيات في امريكا واسعار العربيات في مصر. اقول لك حاجه، يعني اسعار العربيات دي هنا في امريكا، النظام بتاع امريكا ان العربيه لو اشتريتها جديده انت الفاليو بتاعها بيقع غير مصر. العربيه في مصر بتبقى ماشيه كيلوات كتيره وبرضه لسه فيها الفاليو، ساعات بتكسب فيها كمان. لكن انت لو هنا في امريكا وشاري العربيه براند نيو لسه جديده مثلا ب50,000 دولار، بعديها ب3 4 سنين هتقل، مش هتبيعها تاني ب50,000، هتبيعها مثلا ب30 ب25 بكتيرك. يعني لو جيت لي انا مثلا از ديلر مش هديك فيها اللي انت دفعت فيها خالص، لان الفاليو بيقع بتاع العربيه. فلو انت عايش في امريكا ولا تقعد تقارن ولا تقعد تقول لهم في مصر اصل عندنا مثلا الحاجات دي رخيصه، دي السياسه بتاعت هنا، مش هتعيش. لو انت في امريكا الدولار عامله معامله الجنيه في مصر، لو انت في مصر الجنيه جنيه. انا عارف ان اليومين الدنيا صعبه في كل حته، بس لو هتفضل تقارن مش هتعيش. والفاليو بتاع العربيات في امريكا غير في مصر. كفايه مقارنات ما بين هنا وهنا، وعيش في البلد اللي انت عايش فيها بنظامها هي، مش بالنظام اللي انت شايفه او نظام بلدك ايه. صباحكم فل.